السلام عليكم طلابنا الحلوين، طلاب الصف الثاني الاعدادي، عاملين ايه يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. وقد وصلنا لاول امتحان شهر، وان شاء الله النهارده جايين نعمل مراجعه على منهج الشهر بتاعنا اللي هيجي لنا في الامتحان. ويلا نسمي الله كده ونبتدي مع بعض في اول سؤال ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول لك اي من الاعداد الاتيه ليس عددا حقيقيا. كلمه الاعداد الحقيقيه اللي هي ار، يعني كل الاعداد اللي انت درستها لحد الان، الجذر واللي ملوش جذر واللي ليه جذر والكسر وكل ده عدد حقيقي. اما ايه يا مستر اللي ليس عدد حقيقي؟ ان يكون تحت الجذر التربيعي عدد سالب، يبقى ده كده ليس عدد حقيقي. ايوه، زي الجذر التربيعي للسالب 25، ده ليس عدد حقيقي. طيب تعالى معايا كده على السؤال اللي بعده. والسؤال ده كده برضه من ضمن الاسئله الكويسه. بيقول لك إذا كان جذر 51 أكبر من الإكس وأصغر من إكس زائد 1، فإن قيمة 2 إكس تساوي. لما بيجي لك سؤال زي كده بنجيب قيمته على الآلة على طول كده. بنجيب قيمة مين على الآلة يا مستر؟ بنجيب قيمة الجذر التربيعي لل 51. الجذر التربيعي لل 51 وديش يساوي. طيب إيه يعني عملت إيه جديد؟ أنت هتجيب الإس دي 7 وشويه كسور عشريه. انا مش عايز شويه الكسور العشريه، انا عايز السبعه. يبقى الاكس بالنسبه لي 7، يبقى قيمه الاكس دي ب7. وطبعا اكس زائد 1 يعني هتبقى ب8. طيب هو الراجل عاوز الاكس، هنا بيقول لك عاوزين قيمه 2 اكس، يعني 2 اكس يعني 2 في قيمه الاكس اللي طلعت، يبقى 2 في 7، 2 في 7 ب 14، يبقى الناتج بتاعي 14. السؤال اللي بعده بيقول لك إذا كان إيه جذر 3 زائد 3 جذر 3 بيساوي 9 جذر 3، فإن قيمة الإيه تساوي. السؤال ده ليه طريقتين. لو أنت بمجرد النظر كده ضربت عينيك، طبعا الجذر 3 خلاص ثابتة، اعتبرها مش موجودة. يبقى إيه زائد 3 بيساوي 9. كام زائد 3 يديك التسعة؟ 6. طيب لو أنا طالب نظري ضعيف شوية مش عارف أجيبها بمجرد النظر، اشتغلها خطوة خطوة. إيه جذر 3 نعملها كمعادلة اهي تساوي، نودي ال 3 جذر 3 الناحية التانية بعكس الإشارة، يبقى 9 جذر 3 ناقص 3 جذر 3. يبقى إيه جذر 3 تساوي 9 ناقص 3 6، يبقى 6 جذر 3. الجذر 3 أشيلها مع الجذر 3، يبقى الإيه معاك بكام؟ ب6. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك إذا كان أو اوجد قيمة الجذر التكعيبي، الجذر 3 على الجذر التكعيبي 6، الجذر التكعيبي 3 الكل أس 6. بسيطة خالص، قالتك الحلوة. بكتب ازاي على الآلة عشان الناس بتتلخبط. اعمل قوس واعمل كسر، اكتب اللي فوق جذر 3، انزل اكتب اللي تحت اللي هو الجذر التكعيبي. طب بكتب الجذر التكعيبي ازاي؟ شيفت مع زرار الجذر للتلاتة، واطلع في الجنب اهو كده لحد ما يطلع لك في جنب، ايوه في جنب الكسر، ودوس القوس بتاعك. الاس 6 يبقى اكس فاضيه واس 6 دوس يساوي، هتطلع لك ب3، يبقى الناتج بتاعنا 3. السؤال اللي بعده الفترة التي تعبر عن المجموعة 1 اتحاد الفترة من 1 ل 4. كلمة اتحاد يعني هلم الحاجتين مع بعض، وبعدين خدها قاعدة. مجموعة اتحاد فترة هيدينا فترة، فترة تقاطع مجموعة هيدينا مجموعة. طيب هنا لما ضم الواحد للفترة دي هتصبح ايه؟ هو هنا بيقول لك الفترة المفتوحة من 1 ل 4، يعني الواحد مش معايا. طب لما ضم الواحد جوه المجموعة يبقى هقفل الفترة من عند الواحد، يبقى الاختيار بتاعي من 1 مقفول ل4 مفتوح اهو. طيب ليه ما قفلناش من عند ال4؟ لان هو ما قالش حاجه في ال4، ما قالكش ضيف ال4، هو قال لك ضيف الواحد بس، ففتحها من عند الواحد تبقى مفتوحه من عند ال4. السؤال اللي بعده يقول لك 6 اكس تربيع زائد 18 اكس واي بيساوي 6 اكس نقط زائد نقط. ده كده الراجل هنا مشكورا واخد لي العامل المشترك بره 6 اكس، يعني هو مجهز لك المساله على طول.
6 اكس واخدها بره اهو. طب عاوز اجيب اللي جوه الاقواس، هنقسم اللي بره على اللي بره. يعني 6 على 6 فيها الواحد. الاكس تربيع على اكس فيها الاكس اهو، يبقى اكتب 1 اكس والواحد ما بكتبش. 18 على 6 فيها التلاتة. الاكس هتطير مع الاكس، هيتفضل لك الواي اهو. يبقى اكس زائد 3 واي. الاختيار بتاعك هيبقى ج. السؤال اللي بعده بيقول لك ان تقاطع الفترة من 1 ل4. مين ان الاعداد الطبيعية. لو جيت قلت لك اكتب لي الان مجموعة اعداد الفترة او مجموعة اعداد المجموعة ان، هتقول لي 0 1 2 3 4 إلى ما لا نهاية. طب لو قلت لك اكتب لي الأعداد الطبيعية اللي جوه الفترة دي اللي هي من 1 ل4، هتقول لي 1 2 3 4. خلي بالك أنا بقول لك إيه الأعداد الطبيعية، عشان ما تجيش تقول لي يا مستر هو أنا هعرف أجيب الأعداد اللي من 1 ل4؟ أنا بقول لك الطبيعية، إنما كأعداد حقيقية ما أقدرش أحصرها طبعا. طيب الأعداد الطبيعية يبقى كده إن مشترك فوق وتحت. هتبص تلاقي الواحد موجود هنا وهنا، الاثنين موجودة هنا وهنا، 3 إلا 4، يبقى المجموعة 1 2 3 4. طيب السؤال اللي بعده يقول لك إذا كان إكس على جذر 2 بيساوي واي على جذر 5 بيساوي 1، فإن قيمة إكس تربيع زائد واي تربيع تساوي. لما جينا سؤال زي كده بص كده، ده لوحده بواحد وده برضه لوحده بواحد. طب امتى يبقى الكسر يديني واحد؟ لما يكون قيمة البسط زي قيمة المقام. يعني معنى كده ان الاكس بتساوي جذر 2 والواي تساوي جذر 5. طب الراجل عاوز قيمة اكس تربيع زائد واي تربيع اهي، يبقى جذر 2 الكل تربيع زائد جذر 5 الكل تربيع، هنعملها على الآلة تطلع ب7. يبقى الاختيار بتاعنا 7. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك مجموعة حل المعادلة اكس تربيع زائد 25 اكس بيساوي 0 في ار. لما جينا مسألة زي كده بشوف الأول في مشترك ولا مفيش، ولا هنحلل ولا هنعمل إيه. طيب لو بصيت هنا الاكس تربيع والاكس متكررة في الجنبين، يبقى هناخد اكس بره وهفتح قوس. من الاكس تربيع لما اخد اكس هيتفضل لك اكس واحدة زائد من ال 25 اكس لما اخد اكس هتفضل لك 25 بس. الكلام ده بيساوي 0. هقسم الكراسة نصين، يبقى الاكس لوحدها ب0 مرة والاكس زائد 25 بتساوي 0 المرة التانية. هنودي ال 25 على التانية بعكس الإشارة، يبقى اكس تساوي سالب 25. يبقى مجموعة الحل، وخلي بالك قايل لك في ار. طب تمام، ما هو الصفر في ار والسالب 25 في ار، يبقى مجموعة الحل 0 وسالب 25 أو تعكس مش هتفرق، يبقى سالب 25 و0. السؤال اللي بعده برضه نفس الموضوع، قال لك اوجد في ار مجموعة حل المعادلة اكس تكعيب زائد 1 بيساوي 730. طيب تعالى نحلها مع بعض واحدة واحدة. برضه هنودي الزائد 1 الناحية التانية بعكس الإشارة، لأن هنا مفيش تحليل، أو عشان هنا كده مفيش تحليل نودي الناحية التانية بعكس الإشارة على طول هنشتغل. ومفيش مشترك، المسألة اللي فاتت كان فيها مشترك، هنا مفيش مشترك، يبقى اكس تكعيب يساوي 730 ناقص 1. يبقى اكس تكعيب بيساوي 730 ناقص 1 يبقى 729. طيب أنا عايز الإكس، يبقى آخد الجذر التكعيبي للطرفين، هنعملها على الآلة أهو. يبقى الجذر التكعيبي شيفت مع زرار الجذر اللي هو 729 هتطلع لك ب9، يبقى الإكس هتساوي 9، يبقى مجموعة الحل ب9. طيب السؤال اللي بعده أنا بقول لك أوجد في أبسط صورة
ناتج المقدار الجذر التكعيبي او قصدي الجذر 3 ناقص 1 كل تربيع زائد جذر 3 زائد 1 في جذر 3 ناقص 1. طيب هنعمل ايه في حاجه زي كده؟ هنفك الاقواس. القوس المربع بيتفك ازاي؟ الاول في نفسه جذر 3 في جذر 3 ب3 زائد دايما التاني في نفسه. انا عارف ان ليها ترتيب تاني، الاول في نفسه اشاره النص اول في تاني في 2 زائد دايما التاني في نفسه. مش هيفرق لو بدلت الترتيب، عادي جدا. الاول في نفسه زائد التاني في نفسه، واحد في واحد بواحد، اشاره النص اول في تاني في 2. جذر 3 في 1 بجذر 3 في 2 يبقى 2 جذر 3 زائد، لو لاحظت كده دول قوسين مترافقين يعني زي بعض مع تغيير اشاره النص. بضربهم ازاي؟ الاول في الاول ناقص التاني في التاني، جذر 3 في جذر 3 ب3 ناقص 1 في 1 بواحد. طيب تعالى كده نجمع مع بعض بالراحه. الواحد هيطير مع ناقص 1 هيدينا 0. 3 زائد 3 ب6 وناقص 2 جذر 3 بتنزل زي ما هي. طيب السؤال اللي بعده كده يا مستر احنا وصلنا لابسط حاجه كده، ابسط حاجه، لان ما تجيش تقول لي 6 ناقص 2 4، لا ده ما ينفعش يطرح من ده. قال لك اختصر لابسط صوره في السؤال ده. 2 جذر 32 زائد جذر 18 زائد جذر 50. طيب 2 جذر 32 هنيجي هنا نقسمها واحده واحده. هجيب قيمه 2 جذر 32 على الآلة تطلع ب 8 جذر 2، يبقى ده كده 8 جذر 2 زائد الجذر 18 جذر 18 ب 3 جذر 2 زائد جذر 50 يطلع ب5 جذر 2. فترة مجمع كل ده على الآلة برضو، وخلي بالك جذر التربيع راجل محترم يعني سلس، الأمور فيه سلسة شوية. يبقى 8 جذر 2 زائد 3 جذر 2 زائد 5 جذر 2 هتطلع ب16 جذر 2. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك مستعينا بخط الاعداد مثل الفترات اكس 1 و3 واي 0 و2 ثم اوجد اكس اتحاد واي، وهضيف لك انا الباقي من عندي. عايزين نجيب التقاطع والفرق. لما جينا سؤال زي كده بمثل ازاي على خط الاعداد، وراجع من خط الاعداد اهو، وقلت لك بترص الارقام من الصغير للكبير على الخط، من الصغير للكبير مش من الفترة للفترة. يعني هرص الارقام، مين اصغر رقم عندك؟ الصفر، بعد كده الواحد، بعد كده الاثنين، بعد كده الثلاثة. تعال نمثلهم بقى. اول فترة عندك من 1 ل3 مغلقة من عند الواحد مغلقة من عند الثلاثة ووصلهم ببعض، يبقى دي كده الاكس. تعال على فترة الواي، هنا بيقول لك من 0 ل2، من 0 مفتوح ل2 مغلق اوصلهم ببعض، دي واي. طيب تعال نجيب اول مطلوب اللي هو عايزه اكس اتحاد الواي. الاتحاد شمال ويمين، اتحاد من الشمال لليمين، من 0 ل3. الصفر مفتوح، التلاتة مغلق. طب لو حبيت اكمل بقية المطالب، لو انا عايز اكس تقاطع واي، التقاطع الجزئية المشتركة هي الجزئية المشتركة الفترة اللي في النص اللي هي من 1 ل2 اهي. الواحد مغلق، الاثنين برضه مغلق. طب اكس فرق واي، يعني ايه اكس فرق واي؟ هنخبي التقاطع وياخد اللي اتفضل في خط الاكس اللي هو من 2 ل3، خط الاكس بس اللي هو اللون النبيتي ده من 2 ل3 اهو، 2/3. وبغير فترة المشترك، الاثنين مشتركة هي مغلقة خليها مفتوحة، واقفل التلاتة زي ما هي موجودة. طيب لو حبيت اقول لك واي فرق اكس، واي فرق اكس
يبقى اخبي برضه التقاطع واخد اللي اتفضل في الخط الازرق بتاع الواي اللي هو من 0 ل1، والصفر يفضل فترته زي ما هي ما بتتغيرش، اللي بيتغير فترة المشترك. طيب السؤال اللي بعده قال لك في الشكل المقابل اوجد مساحة المثلث. مساحة المثلث يعني بتكرر مع بعض نص طول القاعدة في الارتفاع. مساحة المثلث، مساحة المثلث تساوي نص طول القاعدة في الارتفاع أو نص بي اتش اللي هو ايه؟ بيز وهايت اللي هو ارتفاع يعني. يبقى نص في 2 جذر 2 في 4 جذر 2. طيب هنعملها على الآلة هتطلع ب 8 سنتيمتر مربع. ده كده المساحة. طيب السؤال اللي بعده قال لك إذا كان الإي بتساوي جذر 7 ناقص جذر 5، البي بتساوي 2 على إيه، فيوجد في أبسط صورة إي بي إيه ناقص بي. تعالى نمشي حاجة حاجة. الإيه خلاص دي قيمتها ما فيهاش تعديل. طب البي بيقول لك بتساوي 2 على إيه؟ يعني إيه 2 على إيه؟ يعني البي بتساوي الاتنين، هشيل الإيه وأحط قيمتها اللي هي جذر 7 ناقص جذر 5. جذر 7 ناقص جذر 5. اتفقنا لما يكون حاجة عندك زي كده في المقام لازم اضرب في المقام بس مع تغيير إشارة النص. يعني هقول له في اضرب في المقام فوق وتحت جذر 7 زائد جذر 5 على جذر 7 زائد جذر 5. طب هكمل ازاي؟ هاخد البسط ده زي ما هو جنب بعض، ما تضربهمش في بعض، خدهم زي ما هما كده. يعني قول لي البي بتساوي 2، هفتح قوس جذر 7 زائد جذر 5. طب وتحت دول قوسين مترافقين، الأول في الأول ناقص التاني في التاني، جذر 7 في جذر 7 ب7 ناقص جذر 5 في جذر 5 ب5. طيب 7 ناقص 5 دي أصلا ب2، يعني ممكن أكتبها كده، اللي فوق يتكتب زي ما هو ودول طرحهم 2، فهشيل اللي فوق مع اللي تحت. هيتفضل لك في الآخر إن البي بتساوي جذر 7 زائد جذر 5. ده كده البي أهي. كده جبنا قيمة البي، لا إله إلا الله، الزيادة اللي مش عايز تعدل دي. جبنا قيمة البي. طيب تعالى بقى نشوف المطالب. قال لك عاوزين اي بي، يعني ايه بي؟ يعني قيمة الايه في قيمة البي. قيمة الايه اهي جذر 7 ناقص جذر 5 في قيمة البي اللي هي جذر 7 زائد جذر 5. برضه دول قوسين مترافقين، الأول في الأول ناقص التاني في التاني. لا إله إلا الله على الكتابة الغريبة اللي بنكتبها دي. جذر 7 في جذر 7 ب7 ناقص جذر 5 في جذر 5 ب5. 7 ناقص 5 2. ده كده اللي هو اي بي، ده رقم 1. طيب المعطى رقم 2 أو المطلوب رقم 2. لا حول ولا قوة إلا بالله، مالك يا حاج. المطلوب رقم 2 بيقول لك عاوزين A ناقص B. ال A اللي هو جذر 7 ناقص جذر 5 ناقص ال B يبقى غير إشارة ال B. كلمة ناقص يعني غير إشارات ال B اللي هو الحاجة التانية. ال7 دي بالموجب فهاخدها بالسالب، ال5 دي بالموجب فهاخدها برضه بالسالب. طيب جذر 7 هيطير مع سالب جذر 7، سالب جذر 5 وسالب جذر 5 يبقى سالب 2 جذر 5. طيب السؤال اللي بعده
بقول لك مستعينا بخط الاعداد مثل فترتين واي 1 و5 اكس 3 و6 ثم اوجد التقاطع. تمام اهو. برضو اتفقنا مع بعض بنرص الارقام الصغير للكبير. يبقى 1 3 5 6. اول فترة عندك اللي هي الاكس من 3 ل 6 اهي. دي كده اكس. طيب بعد كده هنمثل فترة الواي من 1 ل 5. الواحد مفتوح، الخمسة مغلق، أوصلهم ببعض. طب إكس تقاطع واي يبقى المشترك اللي هو 3.5. السؤال اللي بعده بيقول لك اوجد قيمة الإكس إذا كان إكس الجذر التكعيبي ال10 بيساوي الجذر التكعيبي ال80 ناقص الجذر التكعيبي ال270. طيب لما يجي لنا حاجة زي كده، بص أنا عايز أخليها كلها جذر تكعيبي ال10 عشان نسويها ببعض وطرفين متساويين ببعض. فيبقى عندك الإكس إكس الجذر التكعيبي ال10 تفضل زي ما هي تساوي ال80 دي أقسمها 8 في 10 يبقى الجذر التكعيبي ل 8 في 10 ناقص ال 270 27 في 10 يبقى الجذر التكعيبي ل 27 في 10. طيب دي خلاص هتنزل زي ما هي. اكس الجذر التكعيبي ل10 بيساوي الجذر التكعيبي لل8 2 يبقى تطلع بره ب2 والجذر التكعيبي ل10 تفضل زي ما هي ناقص الجذر التكعيبي ل 27 ب3 والجذر التكعيبي ل10 يفضل زي ما هو. طيب يبقى هنا اكس الجذر التكعيبي ل10 2 ناقص 3 سالب 1 يبقى سالب الجذر التكعيبي ل10 عشان الواحد ما بيتكتبش. طب انا عايز الاكس يبقى هقسم الطرفين على الجذر التكعيبي ل10. يبقى يتفضل لك في الاخر ان الاكس تساوي سالب الجذر التكعيبي ل10 على الجذر التكعيبي ل10 يبقى سالب 1. طيب السؤال اللي بعده قال لك اذا كان الاكس بتساوي 2 جذر 2 الواي 3 الجذر التكعيبي ل 3 اوجد قيمة واي اس 3 ناقص اكس اس 4. طيب هنيجي هنا هنعوض عن الواي ب 3 الجذر التكعيبي ل 3 تعالى نجيب قيمة حاجة الاول لوحدها بره عشان ما تبقاش الدنيا تايهة معاك. هات لي الاول واي اس 3 لوحدها كده. يبقى هنقول له 3 الجذر التكعيبي ل 3 الكل اس 3. هتعملها على الآلة اهي وراجع كاتبها بالشكل ده 3 شيفت الجذر التكعيبي ل 3 اطلع بره الجذر الكل اس 3 بيساوي 81. يبقى قيمة ده 81. طيب اكس اس 4 ادي الاكس اس 4 تساوي الاكس ب 2 جذر 2 يبقى 2 جذر 2 الكل اس 4 يبقى 2 جذر 2 الكل اس 4 يساوي 64. طيب هنجيب بقى القيمة واي تكعيب ناقص اكس اس 4 يبقى نقول له المقدار 81 ناقص 64 اهي 81 ناقص 64 هيطلع ب 17 يبقى المقدار بتاعك ب 17. هنا بقول لك اوجد قيمة كل مما ياتي باخراج العامل المشترك. طبعا كلمة العامل المشترك انا بدور على الرقم اللي متكرر، فالرقم المتكرر عندك هنا 25 في اعمل عليها دايرة بالفي بتاعتها اهي بالفي بتاعتها هيتفضل لك ادي 25 انا هاخدها بره في افتح قوس اشطب عليها من هنا ومن هنا ومن هنا. لما وصلت عليها اتفضل لك ال 11 وابوس دماغكم بالله عليكم يا شيخ ما تحط لي جوه القوس ده في ابدا
بالله عليكم جوه القوس ده بتاع المشترك ده والله ما بيتحط جوه فيه، بيتحط جوه يا زائد يا ناقص. فانا عشان كده بقول لك خد ال 25 بالفي بتاعتها ارجعها بره هنا اهو، واللي يتفضل بقى زائد او ناقص خدها معاك. يبقى 11 زائد 18 وهنا ناقص 9 اهي. طيب يبقى 25 في، هنجيب قيمة القوس ده، قيمة القوس ده هتطلع ب 20. 25 في 20 تطلع ب 500. ده كده إجابة أول واحدة. طيب إجابة التانية نغير اللون اللي هو البي. بص كده معايا في التانية. 14 أس 2 يعني إيه 14 أس 2؟ يعني 14 في 14. فكها وما تجيبش القيمة. فكها عشان تاخد المشترك بس. أنا ما أجيش أقول 14 في 14 أجيبها لك على الآلة يا مستر، لا ما تجيبهاش على الآلة، سيبها زي ما هي كده. طيب كده أصبحت ال 14 متكررة أهي، اعمل لها دايرة بالفي بتاعتها. اعمل لها دايرة بالفي بتاعتها. اعمل لها دايرة بالفي بتاعتها. يبقى هنا 14 في وافتح قوس. اخدها من هنا واشطب عليها. اخدها من هنا واشطب عليها، اخدها من هنا واشطب عليها. هيتفضل لك هنا 14 اهي. زائد 4 ناقص ال8 اللي فاضله في الاخر اهي. يبقى هنا 14 في، هجمع دول هيطلعوا ب 10. طب 14 في 10 ب 140. جميل. تعالى على السؤال اللي بعده. هجيب لكم اللون الجميل ده. طيب ده هو سي. بص كده معايا في السؤال سي. بيقول لك 45 في 55 زائد 45 في 46 ناقص 45. مش في حاجه صح؟ يبقى اعتبرها في واحد، اعمل جنبها كده في واحد. طيب هنا مين اللي متكرر 45؟ خدها اهي بالمشترك بتاعها اهو. اهو. يبقى 45 في، افتح قوس اشطب عليها من هنا ومن هنا ومن هنا. يبقى 55 زائد 45 ناقص 1 اللي انا كنت كاتبه. يبقى 45 في مجموع الليلة اللي زي العسل دي كده، دي مجموعها ب100. طيب اهو 55 زائد 45 ناقص 1. اسف دي 46، معمول في حاجة غلط. 46 يبقى 55 زائد 5 زائد 46 ناقص 1 دول مجموعهم 100. 45 في 100 ب 4500 ودول كده اجابة الثلاث مسائل. طيب تعالى معايا كده على السؤال اللي بعده. قال لك إذا كان الإكس بتساوي من سالب ما لا نهاية ل 10 فأوجد مكملة إكس. كلمة مكملة إكس هنا بروح جاي أعمل إيه؟ بص كده. ليها إجابتين. أول إجابة اللي هي R فرق المجموع إكس من سالب ما لا نهاية ل 10. طيب بس غالبا لو جالك اختيارات مش هتلاقي الشكل ده. ما أنا هكتبها بالشكل إيه؟ الشكل التاني. طب أجيبها إزاي؟ تعالى على خط الأعداد. هي الإكس دي منين لفين؟ من سالب ما لا نهاية ل 10. يبقى هطلع من عند ال 10 وال10 دايرتها مفتوحة وهمشي في اتجاه السالب ما لا نهاية. كلمة المكملة يعني الباقي. طب الباقي اللي هو مين؟ اللي هو عكس الخط بقى. طب ال10 هنا مفتوح يبقى اخدها مغلق، يبقى من ال10 مغلق للما لا نهاية. اسف للما لا نهاية. طيب تعالى معايا كده على السؤال اللي بعده. بيقول لك اوجد في ابسط صورة جذر 98 زائد جذر 18 على جذر 50. تعالى برضو واحدة واحدة كده على الآلة اهو. هنجيب جذر 98. جذر 98 بيساوي 7 جذر 2. وبعد كده 7
جذر 2 زائد جذر 18 هتبقى 3 جذر 2 على الآلة برضه. جذر 50 5 جذر 2. طيب بعد ما فنطناها كده تعالى نجمع اللي فوق. 7 و3 10 جذر 2 وتحت 5 جذر 2. 10 جذر 2 على 5 جذر 2 الجذر 2 هيطير مع الجذر 2 هيتفضل لك 10 على 5 فيها الاتنين اهي. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك إذا كان الإكس بجذر 5 زائد جذر 3 الواي بجذر 5 ناقص جذر 3 فوجد في أبسط صورة كل مما يأتي إكس زائد واي كل تربيع إكس واي إكس ناقص واي. طيب تعالى كده معايا بالراحة نجيب حاجة حاجة. إكس زائد واي لكل تربيع هنجيب الأول إكس زائد واي. الإكس اللي هو بجذر 5 زائد جذر 3 زائد واي اللي هو زائد جذر 5 ناقص جذر 3. جذر 5 زائد جذر 5 يبقى 2 جذر 5. جذر 3 ناقص جذر 3 ده بصفر. طب انا عاوز بقى التربيع يبقى اقول له اكس زائد واي الكل تربيع اللي هو هيساوي 2 جذر 5 كل تربيع اللي هو هيطلع ب20. طيب تعالى على المطلوب الثاني قال لك اكس واي. اكس واي يعني قيمة الاكس في قيمة الواي. قيمة الاكس بجذر 5 زائد جذر 3 في قيمة الواي جذر 5 ناقص جذر 3. طب بجيب قيمتها ازاي؟ دول قوسين مترافقين او زي بعض بعكس الاشارة، اول في اول ناقص تاني في تاني. جذر 5 بجذر 5 ب5 ناقص جذر 3 بجذر 3 ب3 5 ناقص 3 2. طيب اجابة السؤال اللي بعده اكس ناقص واي يبقى قيمة الاكس اللي هي جذر 5 زائد جذر 3 ناقص واي. قلنا كلمة ناقص بنغير اشارات اللي بعدها يبقى غير اشارات الواي. طب الخمسة بالموجب اخليها بالسالب والسالب جذر 3 اخليها بالايه؟ بالموجب. جذر 5 ناقص جذر 5 هيطيروا مع بعض. جذر 3 زائد جذر 3 يبقى 2 جذر 3. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك أيهما أكبر طول ضلع مربع مساحة سطحه 25 أم طول حرف مكعب حجمه 216. تعال نجيب الأول طول الضلع. طول ضلع المربع طول ضلع المربع بيساوي الجذر التربيعي للمساحة اللي هو هيساوي جذر 25. طبعا أنا باخدها ب5 بس عشان ده طول ضلع. طيب طول ضلع المكعب أو طول حرف المكعب بيساوي الجذر التكعيبي للحجم. يبقى الجذر التكعيبي لل216 الجذر التكعيبي لل216 بيساوي 6. قال لك أيهما أكبر يبقى نقول له طول حرف المكعب أكبر. طيب السؤال اللي بعده هنا بقول لك حلل كثيرة الحدود الآتية بإخراج العامل المشترك. مين هنا العامل المشترك؟ القوس اللي متكرر. طب مين القوس المتكرر؟ إكس ناقص 5. يبقى هناخد هنا إكس ناقص 5 بره وهفتح قوس من الإكس ناقص 5 أس 2. لما آخد إكس ناقص 5 واحدة هيتفضل لك إكس ناقص 5 أهو. وإكس ناقص 5 لما آخدها بره هيتفضل لك ناقص 2 بس أهو. طب نكمل. يبقى أنا بره كده معايا إكس ناقص 5 وهنا إكس ناقص 5 ناقص 2 تبقى ناقص 7. بتعملها على الآلة سالب 5 ناقصين ب7. يبقى أنت كده حللت المسألة. طيب السؤال اللي بعده قال لك اوجد في أبسط صورة الجذر يوسف تعالى كده ثواني.
معلش السؤال ده هقوله من الأول عشان بس أصلح حاجة كده بسيطة. أصبر. نغير اللون، خليها ديت إكس ولا نخليها إيه دي؟ إن. هي مش باينة إن من باي من هاي من ماي يا ابني. أبقى أشتغل عادي يعني ولا إيه الدنيا؟ طيب، أوجد في أبسط صورة جذر التكعيب جذر 3 أس إن في جذر 2 أس إن زائد 2 في جذر 6 الكل أس إن. لما أجي حاجة زي كده قلت لك بتقسم العدد اللي ممكن يتقسم، دول طبعا مش هيتقسموا، هيفضلوا زي ما هما. جذر 3 أس إن في جذر 2 أس إن زائد 2، وهقسم الستة تبقى جذر 3 في جذر 2، جذر 3 في جذر 2 أس إن، وهنا أس إن. بوزع الأسس بتاعت الستة. طب جذر 3 أس إن هيطير مع جذر 3 أس إن. طب من هنا هاخد جذر 2 واحدة وهطرح الأسس. طب أطرح الأسس إزاي؟ هنيجي على جنب، اطرح اللي فوق ناقص اللي تحت. إن زائد 2 ناقص إن، لأن هتطير مع ناقص إن، هتفضل لك 2 بس. جذر 2 أس 2 هتعملها على تطلع ب2. طيب السؤال اللي بعده، إذا كان إكس بتساوي جذر 2 وواي بتساوي 2 اوجد في أبسط صورة إكس أس سالب 10 على واي أس 10. طيب إكس أس سالب 10 يعني جذر 2 أس سالب 10، في واي أس 10 يعني 2 أس 10. طيب الحاجة لما تجيلك سالب بنزلها في المقام، الأس لما يكون سالب نزله في المقام عشان نخليه موجب، يبقى الشكل عبارة عن 2 الكل أس 10 على جذر 2 الكل أس 10. طب احنا اتفقنا مع بعض اتفاق لما يكون الجذر تربيع والأس زوجي بقسم الأس الزوجي على الاتنين. تاني، لما يكون الجذر تربيع والأس زوجي بقسم الأس الزوجي على الاتنين، فيبقى الشكل عبارة عن، عشان أشيل الجذر يعني 2 أس 10، عشان نشيل الجذر من هنا يبقى 2 وأقسم الأس على الاتنين. 10 على الاتنين فيها الخمسة، يبقى هنا بتساوي، ياخد من دول 2 واحدة، 10 ناقص 5 5، 2 أس 5 ب 32. طيب السؤال اللي بعده، اوجد في ار مجموعة حل معادلة اكس تربيع بتساوي 4 اكس. طيب هنعمل ايه؟ هنجيب المعادلة كلها في طرف واحد عشان نساويها بالصفر. يبقى اكس تربيع ناقص 4 اكس تساوي الصفر. هاخد الاكس بره مشترك، هيتفضل لك اكس ناقص 4 بتساوي الصفر. هقسم تبقى اكس بتساوي الصفر، اكس ناقص 4 بتساوي الصفر. اجيب الناقص 4 تبقى اكس بتساوي 4. يبقى مجموعة الحل 0 و4. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك عبر عن الموقف الآتي بمتباينة مناسبة ثم اكتبها على صورة فترة ومثلها على خط الأعداد. قال لك يشترط أن لا يقل عمرك عن 20 سنة ولا يزيد عن 40 سنة لتلتحق بوظيفة ما. يبقى إكس أكبر من أو بيساوي 20 وأصغر من أو بيساوي 4. ألا يقل عن 20 يعني 20 فما فوق، وألا يزيد عن 40 يعني آخرك 40. يبقى أكبر منها بيساوي 20، أقل منها بيساوي 40. طب الفترة من 20 ل 40 أهي. طيب السؤال اللي بعده قال لك اجعل المقام في العدد ده عددا صحيحا. قلت لك لما يكون عاوز المقام عدد صحيح بضرب في اللي موجود في المقام مع تغيير إشارة النص. يبقى 4 على جذر 7 زائد جذر 3 في جذر 7 ناقص جذر 3 على جذر 7 ناقص جذر 3. يبقى أقول له 4 وأفتح قوس جذر 7 ناقص جذر 3 زي ما هي اهي، أول في أول ناقص تاني في تاني. جذر 7 في جذر 7 ب7 ناقص جذر 3 في جذر 3 ب3، 7 ناقص 3 4. وشيل اللي فوق مع اللي تحت، هيتفضل لك جذر 7
ناقص جذر 3. السؤال اللي بعده، إذا كانت 3 أس إكس بتساوي 5 فوجد القمة العددية كل من 3 أس إكس زائد 1، 3 أس إكس ناقص 1، 3 أس إكس زائد 3 زائد 3 أس إكس زائد 2. لما جينا حاجة زي كده أنا اتفقت معاك إن الزائد في الأس بيتفك بالضرب وإن الناقص بيتفك بالقسمة. طب تعالى كده معايا بالراحة. 3 أس إكس زائد 1 فهنفكها كده 3 في 3 عشان في الأس زائد وهوزع إكس و1. 3 أس إكس ب5 هو مديلك أهو. في 3 أس 1 ب3، 3 في 5 ب15. طب هنا الناقص بيتفك بالقسمة هيبقى 3 على 3 وهوزع اللي على الشمال بالكتف فوق اللي على اليمين بالكتف تحت. 3 أس إكس ب5 على 3 أس 1 ب3 بس يبقى زي ما ملهاش قيمة تانية. طيب 3 أس إكس زائد 2 زائد 3 أس إكس زائد 3. تعالى نجيب حاجة. الزائد بيتفك بالضرب في الأس، مش الزائد ده اللي في الأس. يبقى 3 في 3 أس إكس أس 2 زائد 3 في 3 أس إكس أس 3. 3 أس إكس ب5 في 3 أس 2 ب9 زائد 5 في 3 أس 3 ب27. 5 في 9 ب45 زائد 5 في 27 ب135. تعالى نجمع كده 5 و5 10، 0 معانا الواحد، 1 4 5 5 3 8 وادي الواحد يبقى 108. وبكده يبقى احنا راجعنا معاك على منهج الشهر اللي ممكن يجيلك في الامتحان، وربنا ييسر لكم الحال وبالتوفيق يا شباب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.